وما سبق وعدنا لكم بالفلوجة قبل عملية تحرير الفلوجة وقبل ما ندخل الفلوجة، وعدناكم وقلنا لكم، وعدنا اهل الفلوجة وقلنا لهم ان شاء الله احنا جايكم، وبوقتها قلنا لهم احنا محررين لا مدمرين. الحمد لله والشكر كمل تحرير الفلوجة وخلص بسلامة، والان احنا على مشارف الموصل، وان شاء الله بعون الله هاي الساعات المقبلة وواعدكم ووعد وكلام شرف، هاي الساعات المقبلة ان شاء الله احنا مخلصيكم، وابشر المواطنين اقول لهم ماكو شيء وانتفوا على داعش، وان شاء الله احنا قريبين من عندكم ما يفصلنا عنكم غير تقريبا 6 كيلو، وندخل احياء مدينة الموصل، حمام العليل وغيرها من الاحياء. الكابوس انتهى من العراق ومن العراقيين. راح اقول لكل مواطن بالموصل الجيش العراقي والقوات الامنيه وفرقه الرد السريع وكل والحشد الشعبي عراقيين مو دخيلين، احنا منكم وبيكم، وكلكم اخواننا واهلنا وعرضنا وامهاتنا وخواتنا، ما عندنا اي مشكله ويا اي واحد ولا عداوه ويا اي واحد. اخوكم النقيب عمر نزار فخر الدين عامر المهمات الخاصه لفرقه الرد السريع. وعدناكم بتحرير الفلوجه وقلنا لكم ان شاء الله النصر القادم اللي هو الموصل. اليوم احنا على مشارف الموصل، وبالساعات القادمه والايام القادمه راح يكون النصر حتميا للقوات الامنيه، واحنا اكيد يعني تواجدنا لهذا الشيء، وما راح نترك اي عراقي ينذل وينهان. اكيد احنا ما ناسين اخواننا واخواتنا العزيديات، واليوم احنا جايين ناخذ بثارهم وبثار اخواننا المسيح وكل الطوائف، احنا ما نخص طائفه واحده، كل الطوائف اخواننا. يعني مثل ما شفتونا بالفيديو السابق، خليكم متفائلين، لا تسمعون الاشاعات المغرضه ولا الاشاعات الطائفيه. هم اوصيكم واقول لكم حبوا وتزوجوا وفرحوا وتونسوا كل من على عمله، وخلي تكون الامور طبيعيه، لان احنا موجودين وما راح نقصر. المقاتل حيدر علي عبد الساده، رئيس عرفاء المهمات الخاصه.